في حاجات سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قالها لنا زمان، بس كل مرة تسمعها كأنها أول مرة، كأنها بتتقالك مخصوص ليك أنت، للحتة اللي وجعاك أو اللي تايهة فيك. كلامه مش بس بيطبطب عليك، ده ساعات بيصحيك وساعات يفتح لك باب عمرك ما كنت شايفه. تعالوا نشوف مع بعض جمل من نور، مش بس جمل وخلاص، لا، دي مفاتيح لحياة تانية جديدة. فيلا نسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا النبي المصطفى العدنان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تخليش نفسك تنام وهي زعلانة منك. في لحظات احنا بنغضب فيها ونزعل من بعض، وممكن الزعل ده يوصل لقطيعة والعياذ بالله. فيجي سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يشجعك ويقولك لا تغضب ولك الجنة، لأن عمر الغضب ما يفيدك، بالعكس يضرك. الراحة الحقيقية إنك تراضي قلبك قبل ما تنام، وما تسيبش الزعل ياكلك. ياكلك من جواك، يخليك إنسان أنت ما تعرفوش. تخيل لما ما تعرفش نفسك. خلي دايما قلبك نظيف، بقول النبي صلوات الله عليه، يقول الحبيب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بلاش الكبر يملى القلوب ونقول لا، أنا هستناه هو اللي يجي يكلمني، أنا هستناه هي اللي تيجي تكلمني. ده أنت أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى لو بدأتي بالسلام. وعلى فكرة، أنت بتصلحي كل حاجة جواكي قبل ما تكوني بتصلحي أي مشاكل بينك وبين حد. بتنظفي قلبك وروحك ووجدانك. الإنسان اللي دايما في اتصال بالله تلاقي قلبه شفاف، ما يحبش ابدا لا كره ولا غضب ولا حقد ولا انانيه، لان الغضب يجيب كل ده. فتبص تلاقي الانسان المتصل بالله قلبه يشوف قبل عينيه. والله، يعني تحسي كده انك تحسي بالحاجه قبل ما عينك تشوفها. فلما تحصل تقول ياه، قد كده قد كده القلب ده شفاف بالاتصال والوصال بالله. اللي مش باين للناس هو اللي بيكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. الناس مش دايما هتشوف مجهودك، لكن ربنا شايف قلبك ومطلع عليه، وانت بتكبر عنده وبيبارك في كل حاجة انت بتعملها، وبيبارك في عمرك، وبيبارك في كل لحظة في حياتك. لما تعمل الخير في الخفاء، العمل اللي ملهوش صدى عند الناس هو اللي ليه أكبر صدى عند رب السماوات والأرض، بقول النبي صلوات الله عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فشوف قلبك رايح لفين، وبتعمل العمل ده لمين؟ للناس ولا لرب الناس؟ كلنا بناخد خطوات في حياتنا، بناخدها ليه والمين؟ لو قاصد بيها الناس صدقني والله هتبقى خسرت. طيب لو قاصد رب الناس هيلين قلوب الناس عليك ويحبب فيك خلقه. سبحانك يا رب. لكن احنا لازم الايام اللي جايه او الايام اللي جايه ايه، اللحظات اللي احنا بنتنفس فيها دلوقتي، نشوف كل حاجه احنا بنعملها ليه وعلشان ايه، ونيتنا فيها رايحه لمين، ومين اهم عندنا. طبعا ربنا ما يتحطش في مقارنه، لله المثل الاعظم. لكن لو انا بهتم بشكلي قدام الناس انت تبقى خسران. لكن لو لحقت وعدلت وعملت لله مش للناس، مش لازم الحاجة اللي انت بتطلعها الدنيا كلها تشوفك وانت بتراضي حد او بتجبر بخاطره. والدليل على كده سورة المعون اللي نزلت في العاصي ابن وائل السهمي. واحد كان بيذبح كده ويأكل الناس الغلابة، بس جاله طفل في يوم من الأيام بدري شوية، فبيطلب منه قطعة لحم، فقام قرعه بالعصا. الله، لأنه جه بدري، الطفل جه بدري، يعني ما انتظرش كده لما الناس تتجمع ويتقال بقى انه راجل خير.
فربنا سبحانه وتعالى أنزل الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جبر الخاطر جه قبل العبادة، قبل الصلاة. يعني انت تقدر تكون رقم واحد عند ربنا ويحبك ويعزك لو نظفت قلبك بجبر الخاطر. اجبر بخاطر حد بجد اقل منك محتاج لك. وفي ناس على فكرة غنية بس محتاجة لجبر الخاطر لان هم يفتقدوا حاجات كتير. الغنى غنى النفس مش غنى المال. فانت عايز تنقي قلبك، عايز تكون عند ربنا من الأوائل، من القريبين، من عباده المخلصين. خلاص اجبر بخاطر المحتاج. وزي ما اتفقنا اوقات بيكون في انسان معاه المال والجاه لكنه محتاج ان انت تفهمه وتعلمه، تنصحه، تقول له كلمة لوجه الله. وكل ما تحب كل ما قلبك هيعرف يحب بجد. طب دي اطبقها ازاي؟ اسأل نفسك سؤال، انت بتحب ربنا؟ طبعا الكل دلوقتي هيقول لي انت بتقولي ايه؟ طبعا بنحب ربنا، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ طيب اخبارك ايه بعد رمضان؟ بتقيم الليل؟ بتقوم تصلي طيب قبل الفجر ركعتين؟ بتقعد تسبح؟ بتقعد تدعيه كده وتناجيه وتمسك سبحتك وتسبح عليها؟ وقت ما ترد عليا وتقول لي انا بعمل ده، يبقى انت بتحب ربنا. يبقى هتقدر تحب الناس، هتقدر تحب روحك اللي بين ضلوعك. لان الحب مش كلمة بتتقال، لا 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 لا. قلبك لما يحب هيكون مليان بالنور، قلبك هيكون مليان بالطيبة بالرحمة بالإخلاص بالوفاء بكل معنى ربنا يحبه سبحانه وتعالى. انت لما حد بيعمل لك حاجة في الدنيا، يعني لو انت انسان جميل تقول له شكرا ربنا يكرمك ويبارك لك. طيب وحبيبك اللي انت عايش في نعمه ومش واخد بالك انت اتلفت النعمة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دور كده جواك وشوف نفسك، واكيد مش هتضحك عليها، مش هتضحك على نفسك ابدا وتقول حاجة ونفسك جواها حاجة. لان محدش فينا ليه حاجة عند التاني، بالعكس احنا بنساعد بعض. بس انا بساعدك وانت بتساعدني، انا بساعدك وانت بتساعديني. فلما اجي الفت انتباهك واقولك دعبسي كده جوا قلبك، انت قادرة تحبي كل اللي حواليكي؟ قادرة تترجمي كل حاجة بتحصل حواليكي لحب؟ يعني لو لقيتي النعمة اللي انت بتتمنيها عند حد بتفرحي له؟ طب اقولك على حاجة، لو فرحتي ان النعمة عند غيرك تجيلك، طب لا ده انا غليت جوا قلبي واتضايقت وغيرت، ما تجيلكيش. سبحانك يا رب. ربنا عايز القلب ده زي ما خلقه على الفطرة الطيبة، على المعنى الجميل انه يحب ويدي ويكون نور وعطاء وخير. ربنا اللي صنع القلب ده خلق القلب ده، فلازم يكون كما يجب زي ما ربنا خلقه. سبحانك يا رب. مش ممكن ربنا يطلع على قلبك ويلاقيه فيه غيرة وحقد وشماتة ومش عارفة ايه ويحب القلب ده، مستحيل. لكن بمجرد ما تستوعبي الموضوع وتنقي القلب بسرعة بانك انت تحبي الخير لغيرك، تشكري اللي قدامك، لو عمل لك حاجة حتى لو كانت بسيطة تشكريه، يا سلام، انت كده حبيبة الرحمن. اوعى تفتكر ان الطيبة ضعف. الناس ممكن تقول على الطيب كلمة كده ان هو ضعيف يعني ويضحكوا عليه، بس ربنا عنده الطيب هو اللي بياخد درجات عالية جدا جدا جدا. القلب اللي بيقدر يعفو ويعدي ويدي ده قلب غالي، قلب غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي أحن خلق الله، ومع كده كان
أقوى خلق الله. يعني سيدنا النبي كان حنين جدا 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 وقوي جدا جدا جدا. بقول النبي صلوات الله عليه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. مش مهم الناس يقولوا عليك ايه، المهم انت عند ربنا ايه. فبلاش الشيطان يضحك عليك ويقول لك الطيبة دي الناس هتفهمها غلط ويقولوا عليك كلام مش حلو، وهيوصفوك هيقولوا عليك بتستهبل. هو مين أهم؟ مين أهم في الوصف؟ رب السماوات والأرض. فأنت اوعى أبدا تتطرق لمعنى يبعدك ويضعفك ويخليك تحس ان انت يعني انسان نسخة من حد تاني. يعني شوف حد تاني كده طيب فتقول الناس قالوا عليه كذا فانا مش عايزة اكون زيه. لا، عمر ما كانت الطيبة اللي ربنا زرعها فيك ضعف، بالعكس والله. لما بشوف ان الراجل يحنو على اولاده ويحنو على زوجته ويكون جميل قوي، ده ما اسموش ضعف على فكرة، ما اسموش ضعف، ده اسمه قوة. لما تلاقي الراجل بيطبطب على مراته، ده مش معناه انه ضعيف. النية الصغيرة بتكبر كل حاجة. ممكن تاكل وتنام وتشتغل وكل ده يبقى عبادة. ايوه، هو انت بتعمله ليه؟ انت دلوقتي دخلت تتوضى ورايح تصلي ليه؟ علشان تعف نفسك، صح؟ طيب ده انا رايح علشان اساعد حد، بس في حاجة حصلت وما معرفتش المشوار ما كملش، اخدت الاجر. ربك ارحم الراحمين. النية بتخلي حياتك كلها بركة. لما انت بتحط النية قبل اي عمل، سبحانك يا رب، تخلي العمل اللي انت بتعمله مليان بركة وحياتك كلها بركة. بقول النبي: انما الاعمال بالنيات. فشوف انت حياتك ماشية ازاي. بتحط النية قبل كل حاجة انت بتعملها، ولا سايب الدنيا ماشية معاك عادي كده وبتقول لا خلاص بقى يعني ما بحطش؟ لا، حط، علشان لو العمل اللي انت بتعمله ما اكتملش تاخد اجره كامل. ربنا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. وسيدنا النبي يجي يقول لك انما الاعمال بالنيات. نيتك هي اللي هتكتب عملك ده لله ولا للناس. لايه بالظبط؟ لله، يكتب بفضل الله وكرمه. ربنا اكرم الاكرمين. فتعالوا نحدد احنا محتاجين ايه، احنا عاوزين ايه، احنا شايفين ايه، علشان حياتنا تبقى مليانة بركة. استفيدوا. ربنا بيدينا كده سبحانك يا رب حسنات، معاني جميلة قوي قوي قوي. لو الواحد ركز فيها يفوز يفوز. تخيل انك تحط النية انك تعمل حاجة ولا قدر الله ما قدرتش، تاخد اجرها، ما فيش كلام، تاخد اجرها. فحطوا النية دلوقتي وانتوا بتسمعوني، وحدوا الله. حط النية جوه قلبك انك هتعمل لولادك، كنت هتعملي لجوزك، كنت هتعمل مش عارفة لمين، وانت هتعمل لابوك وامك ايه وايه. كل نصيحة من دول ممكن تبان بسيطة، بس لو دخلت قلبك هتغير فيك حاجات كتير. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانش بيقول كلام وخلاص، ده كان بيزرع نور جوه قلوب الناس، واللي ياخد منه حتة عمره أبدا ما يفضل زي ما هو. فتعالوا نوحد الله ونصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا بصور والنهار خلاص راح، فحاسه ان الدنيا ضلمت وانا مش منوره اي نور، معتمد على الله، نور الدنيا كده والموبايل قدامي. فاتمنى النهارده يكون كلامي لمس قلوبكم وعقولكم، ويا ريت اللي يوصل معايا للنهايه يشترك في القناه، ويعني لو عجبته الحلقه يشيرها. وتحياتي وتقديري لكل احبابي ومتابعيني. اشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.